أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى فيديو جديد. والبداية بالأخبار المحلية، حيث أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري السبت عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي، وسيرتدي متوسط الميدان قندوسي زي النادي الأهلي بعقد ينقضي مدته في صيف 2027. هذا وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انضمام أحمد قندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري إلى صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف السنة. وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادي وفاق سطيف في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين. إلى فرنسا، حيث تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي ديدي ديغارد عن الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال ومدى جاهزيته لمواجهة ليل. ونقلت الصفحة الرسمية لنادي نيس تصريحات مدربها أين قال: سنكون حذرين للغاية مع عطال يتمكن من العودة تدريجيا. كما أضاف: هذا لا يعني أنه لن يشارك في مباراتنا المقبلة والتي ستجمعنا بنادي ليل. وتابع مدرب نيس: على أي حال سنواصل متابعة وضعية عطال بعناية كونه لاعب جد مهم بالنسبة لنا. وجه الفرنسيون اتهامات خطيرة نجم المنتخب الوطني المقبل حسام عوار تتعلق بالتطرف الديني بسبب إطلاقه للحيته وأدائه مناسك العمرة في الفترة الماضية، في خروج جديد عن النص للفرنسيين كلما تعلق الأمر باللاعبين مزدوجي الجنسية. وتزامنت الخرجة الغريبة من بعض مسؤولي نادي أولمبيك ليون مع اقتراب انضمام عوار إلى الخضر ورحيله مجانا عن الفريق الصيف المقبل. وفجر الصحفي الفرنسي المعروف رومان مولينا مفاجأة مدوية بخصوص عوار عندما كشف بأن مسؤولي نادي ليون تحدثوا عن تطرف ديني محتمل لنجم الخضر المقبل بسبب قرار إطلاق لحيته وأدائه لمناسك العمرة مؤخرا. وهي الأخبار الصادمة التي تزيد من متاعب عوار مع أولمبيك ليون، وهو الذي قرر الرحيل عن الفريق منذ فترة، في وقت صنف فيه آخرون ما يحدث له في خانة التسبب في المشاكل له بعد أن قرر حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي من المتوقع أن ينضم إليه خلال تربص شهر مارس المقبل بعد أن استوفى كل الشروط القانونية بهذا الخصوص وإعطاء موافقته النهائية بالماضي والفاف.